السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. ومكملة معاكم في سلسلة كحك العيد وبسكوت العيد وبيتيفور العيد وغريبة العيد وكل حاجة خاصة بالعيد، وماشية معاكم كل حاجة بحاجتها اهي. شايفين الغريبة؟ عملت معاكم الغريبة بطريقة جميلة جدا، تبقى كده دايبة معاكم وناعمة، وبجد كلكم هتحبوها. طريقتها سهلة وبسيطة من غير اي افتكاسات، تطلع معاكم احسن من بتاعة المخابز. ويلا بينا اقول لكم المقادير. اول حاجة كده معايا كوباية الا ربع من السكر، كوباية الا ربع من السكر البودرة زي ما انتم شايفين كده بتعادل 160 جرام، وثلاث اكواب من الدقيق بيعادلوا 500 جرام من الدقيق، وكوباية من السمنة البلدي او سمنة على زبدة بتعادل 250 جرام من السمنة. حاطة السمنة لمدة ربع ساعة بس تسقع في التلاجة. حاولت اقول لكم المقادير بالجرامات وبالمعايير الكوبايه عشان محدش يتلخبط، بس بجد هتجربوا الغريبه بالطريقه دي هتعجبكم جدا. بدات احط كده السمنه وضفت عليها السكر وهبدا اضربهم بالمضرب لحد ما اوصل للقوام الكريمي. القوام يبقى فاتح كده ويبقى كريمي، وهو ده القوام المناسب للسمنه والسكر. شايفين قوامه بقى كريمي ازاي؟ ما اخدش 5 دقايق وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا اضيف الدقيق عليه بقى. غريبة ب3 مكونات بس، بجد عظمة عظمة بجد، وهتعجبكم وهتبطلوا تشتروها من بره. حطيت كده كوبايتين وخليت الكوباية التالتة في الاخر، وهبدأ اضربهم بالمضرب. لو ما عندكوش مضرب تقدروا تعملوها بايديكوا عادي، او بمضرب يدوي، او بعجان، مش هتفرق يعني، اي حاجة عندكم مش هنقول لا. حطيت كده الكوباية التالتة ولقيت ان هي لسه عايزة، يعني بتفرق من دقيق لدقيق. انا بتعامل معاكم بمصداقيه وبقول لكم على كل حاجه بالطريقه الصحيحه اللي نجحت معايا. لقيت ان هي عايزه شويه سمنه، حطيت معلقتين من السمنه، بدات اعجنها زي ما انتم شايفين كده. وهو ده العجينه المناسبه للغريبه. تعرفوا ازاي ان العجينه مناسبه معاكم وناجحه؟ تاخدوا حته عجين وتكوروها معاكم كده وتبداوا تعملوها. طالما ما شققتش معاكم، يعني بتعملوها على شكل غريبه كده، طالما ما شققتش معاكم يبقى العجينه كده ناجحه. ابدا بقى اعمل الغريبه واشكلها زي ما انتم شايفين كده. بدات اكور العجينه، باخد حته صغيره من الغريبه بتبقى معروفه صغيره خالص كده ونمنمه، ببدا اكور زي ما انتم شايفين كده، وبعملها بصباعي. وتقدروا كمان تعملوها بطريقه تانية، ان انتوا تكوروا العجينه كلها المقدار او المقاس اللي انتوا عايزينه، في الاخر تحطوا فيها المكسرات اللي انتوا هتحطوها او اللولي. انا بدات اعمل معاكم كده كام واحده واوريكم. ببدا اخد حته عجين صغيره واكورها واحطها في الصينيه واعملها بصباعي زي ما انتم شايفين كده. هي دي شكل الغريبه بتتباع بره. هكمل بقيه الكميه عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده، انا زي ما قلت لكم كورت الكميه كلها كده بتاعه الغريبه. وهبدا اخد المكسرات، اي حاجه تحبوها تقدروا تحطوها. انا حطيت لوز وبندق وفستق، وحطيت كمان اللولي اللي هو بيبقى المكسرات البيضه دي بتاعه الغريبه. وكمان هعمل معاكم ساده بالشكل ده. شايفين يا حبايب قلبي؟ هبدا اسويها في الفرن على درجه حراره هاديه خالص، اللي هي اهدى حاجه في الفرن، وما بتكملش حقيقي 5 دقايق وتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الغريبه ما بتاخدش لون من تحت، لان الغريبه لو اخدت لون من تحت، يعني لو اخدت اللون اللي هو الذهبي الغامق ده من تحت، خلاص الغريبه كده ما نجحتش معاكم. ما تخلوش الغريبه تاخد لون من تحت غامق عشان تبقى طالعه دايبه معاكم وحلوه. لو اخدت اللون الغامق من تحت مش هتبقى حلوه. زي ما انتم شايفين كده انا مطلعها لونها فاتحه خالص، زي ما انتم شايفين كده دايبه وجميله وناجحه وماسكه نفسها. اول ما تطلع من الفرن تبداوا تسيبوها تبرد عشان تبداوا تحركوها من الصينيه. شايفين دايبه وجميله ازاي؟ اهم حاجه ان الغريبه بتتسوى على نار هاديه خالص، اهدى حاجه في الفرن بتاعكم، وبتتساب من 5 ل7 دقايق في الفرن.
وبتطلع بالشكل والطريقة الناجحة دي. يا رب بجد يكون الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم. ما تنسوش تقولولي في التعليقات عجبتكم الطريقة ولا لا، وهتجربوها ولا لا. بس بجد ناجحة وجميلة جدا وطالعة زي بتاعة المخابز ودايبة جدا. متنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وما تنسوش تقولولي اعمل لكم ايه تاني تحت في التعليقات. ويا رب يكون الفيديو عجبكم بجد. شايفين بجد جميلة وخطيرة. بجد انا بحب الغريبة جدا جدا جدا. شايفين ازاي دايبة، خطيرة بجد. لو بتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ليكم ومع السلامة.